ازيكم يا اجدع ناس؟ النهارده جايب لكم قصة اسطورية عن حضارة الفراعنة. حضارة مصر القديمة اللي سابت للعالم كله الغاز واسرار مش مفهومة لحد دلوقتي. تعالوا معايا نتعرف ازاي دولة الفراعنة كانت اعظم حضارة على مر التاريخ، ونفهم ليه العالم كله واقف مذهول قدام الاهرامات والعلوم اللي وصلوا لها الفراعنة من الاف السنين. اخواتي وحبايبي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم ابو بكر. دولة الفراعنة ما اتبنتش بالقوة ولا بالأجسام الكبيرة زي ما الناس متخيلة. الناس متخيلة إن الفراعنة كانت أجسامهم أكبر مننا. لا طبعا، والدليل على كده إن المومياوات طولها زي طولنا عادي خالص. لما سألوا الذكاء الاصطناعي إزاي اتبنت الأهرامات، جاب ناس عمالقة وهم بيشيلوا الأحجار. طبعا الكلام ده كله ملوش وجود من الصحة، لأن دولة الفراعنة اتبنت بالعلم والعقل، ما اتبنتش بالقوة. الناس دي لو ما كانش عندهم علم ما كانوش قدروا يوصلوا لحضارة 7000 سنة وأكتر ويبنوا أهرامات ويبهرونا بالمعابد. طبعا بخلاف العلوم اللي عندهم زي الطب والتحنيط، وإزاي قدروا يصنعوا تماثيل من الذهب في العصر ده وينحتوها بالنحت ده وتطلع بالشكل ده، وإزاي كمان يقدروا ينحتوا صخور صعبة إن هي تتنحت في عصرنا ده بإمكانيات زمانهم. والله أعلم نحتوها إزاي. نبدأ من الأساس. ليه مصر القديمة كانت حاجة عظيمة؟ الفراعنة عاشوا على ضفاف نهر النيل اللي كان بيخلي خصوبة الأرض مليانة خيرات، فقدروا يبنوا مجتمع قوي يعتمد على الزراعة والتجارة. كانوا متقدمين بطرق عجيبة لدرجة إن العلماء كانوا من كل الدنيا بيجوا يتعلموا في مصر، سواء في الطب أو الفلك أو الهندسة. الحياة اليومية عند الفراعنة، في البداية كده لازم نعرف إن الفراعنة كانوا ناس طبيعيين، بيصحوا كل يوم الصبح وبيبدأوا يومهم زينا. كانوا بيزرعوا وبيصطادوا وبيبنوا بيوت من الطوب اللي كان بيصنعوه من الطين. كان عندهم نظام ري هايل، وبيستخدموا مياه النيل لري الأراضي. الكتابة واللغة، الفراعنة اخترعوا الكتابة الهيروغليفية اللي لسه لحد النهاردة بنحاول نفهمها بالكامل. دي كانت طريقتهم لتوثيق حياتهم ودياناتهم وتاريخهم. طب يا ابو بطة، ازاي بنوا اهرامات ضخمة بالشكل ده؟ اول حاجة بتيجي في بالك لما نقول الفراعنة هي الاهرامات. البناءات الضخمة دي لحد النهاردة مش معروف اتبنت ازاي بالظبط. تخيلوا كده، كل حجر من الاحجار في الاهرامات بيوزن اطنان، ومع ذلك كل حاجة معمولة بدقة، كأنهم كانوا عندهم تكنولوجيا مش مفهومة. ده غير الحكايات اللي بتقول إن الأهرامات ليها أسرار ولعنات، وإن اللي يدخل مقابرهم ممكن يتصاب بأمراض غريبة. الأهرامات أيقونة الحضارة الفرعونية. لحد النهاردة العلماء مش متأكدين إزاي قدروا يبنوا الأهرامات العملاقة دي بتكنولوجيا بدائية، وكأنها ألغاز مش عايزة تتحل. الآلهة والطقوس، الدين والعالم الآخر عند الفراعنة. الفراعنة كان عندهم أفكار عجيبة عن الدين والحياة بعد الموت. كانوا مؤمنين بإن في حياة تانية، وده السبب اللي خلاهم يعملوا التحنيط. كانوا شايفين إن لازم الجثة تكون محفوظة عشان تعيش في العالم الآخر. وكان في محكمة بيحكم فيها أوزوريس لتحديد مصير الروح. عندهم كمان آلهة كتير زي رع وإله الشمس وحورس إله الخير، وكل إله كان بيمثل حاجة مهمة في حياته. واحدة من أكتر الحاجات اللي بتميز حضارة الفراعنة هي دياناتهم المعقدة اللي كانت مليانة آلهة وأساطير. كانوا بيؤمنوا بالآخرة وبالحياة بعد الموت، عشان كده بنشوف الأهرامات والمقابر الفخمة اللي كانوا بيبنوها عشان ملوكهم. طيب الطب والهندسة، علوم الفراعنة اللي حيرت العلماء وحيرت العالم. تصدقوا إن الفراعنة كانوا متقدمين جدا في الطب؟ كانوا بيعرفوا يعالجوا جروح ويعملوا عمليات جراحية، وكتبوا على ورق البردي وصفات لعلاج الأمراض. في الهندسة بقى كانوا عباقرة، والدليل الأهرامات والمعابد اللي بنوها بطريقة دقيقة. حتى الشمس كانت بتطلع بزوايا معينة على المعابد. لحد دلوقتي العالم مندهش من العلوم اللي وصلوا لها. وما ننساش الفراعنة العظام زي توت عنخ آمون ورمسيس الثاني اللي كان عامل فيها رمبو الحضارة الفرعونية القديمة، كليوباترا. كل واحد فيهم له قصة مختلفة وطريقة حكم اتعرفت بيها الحضارة الفرعونية. كان عندهم تبادل تجاري وفن كمان. الفراعنة كانوا تجار شطار بيتاجروا مع بلاد تانية، وده ساعدهم في ازدهار الحضارة. غير إنهم كانوا فنانين على مستوى عالي. شوفوا النقوش اللي على المعابد والتماثيل. حضارة مصر القديمة اللي اتبنت على ضفاف نهر النيل، واللي كانت واحدة من أعرق وأقوى الحضارات في العالم، حضارة امتدت لأكتر من 7000 سنة، لسه بتبهر العالم لحد النهاردة في اكتشافات جديدة كل يوم. حضارة الفراعنة عمرها ما هتنتهي في العقول، هتفضل دايما ملهمة
وحكاياتهم دايما بتخلي العالم في حالة ذهول. كل مرة العلماء يكتشفوا حاجة جديدة في آثارهم نلاقي العالم كله بيتكلم عنهم. الفراعنة سابوا لنا علوم وأساطير وحكايات محدش يقدر ينساها. طب يا جماعة كده وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، أتمنى تكونوا استمتعتم بالحكايات المثيرة عن الفراعنة القدماء واكتشفتوا معانا أسرار جديدة مشوقة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل جديد من حكايات الفراعنة المثيرة. فعلوا الجرس عشان توصل لكم إشعارات بكل فيديو بننزله. لو عندكم أي اقتراحات أو حكايات حابين نغطيها في الفيديوهات الجاية اكتبوها لنا في التعليقات. شكرا لدعمكم ومتابعتكم الدائمة، ونشوفكم قريبا في فيديو جديد ومثير. استنونا في الحلقة الجاية مع حكايات وأسرار جديدة من تاريخ الفراعنة. سلام.